اوكي ريكاب ستيت اوف ذا يونيون، خطاب دونالد ترامب شو صار؟ اوكي الخطاب امبارح ب 24 شباط 26 كان منه خطاب، كان ماراثون ساعة و47 دقيقة، أطول خطاب بتاريخ أمريكا الحديث. ترامب طلع قال إنه أمريكا داخلة بالعصر الذهبي وإنه اللي عم بيصير هو أقوى نهوض بتاريخها. نص الخطاب تقريبا كان عن الاقتصاد، حكى عن استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال سنة واحدة، تضخم نازل 1.7%، بنزين تحت $2.50، بورصة كسرت أرقام قياسية 53 مرة، إلى إنتاج نفط وغاز طالع لفوق، و70,000 وظيفة جديدة بالبناء، وكمان وعد بعفاءات ضريبية، إنه ما في ضرائب على التبس على البخشيش ولا على الأوفر تايم ولا على ضمان الشيخوخة، وحتى فوائد قروض السيارات الأمريكية صارت قابلة للحسم، واخترع شيء سميه ترامب أكاونتس ليستثمروا الأولاد بلا ضرائب. وبعدين حكي كمان شي 20% من الخطاب كان عن الهجرة والحدود، قال انه الحدود صارت الاكثر امانا بالتاريخ، صفر دخول غير شرعي خلال 9 اشهر، وتهريب الفنتانيل نازل 56%، ومعدل جرائم بادنى مستوى مسجل. Today our border is secure. طبعا ما مرقها بلا ما يهاجم الديمقراطيين ويقول انه السبب بالفوضى اللي صارت من قبل. بالسياسه الخارجيه حكى عن صفقات نفط مع فنزويلا، رسوم جمركيه مقابل اتفاقيه سلام، مواجهه ايران اذا لزم الامر، مع شعار سلام اذا فينا وقوه اذا لازم. وما نسي كمان الاستعراض اكيد. ترامب كرم فريق الهوكي الاولمبي، اعطى وسام لحراس خفر السواحل، وحيا محاربين قدامى من الحرب العالميه الثانيه، وربط كل شيء باحتفال امريكا 250 سنه استقلال، وباولمبياد لوس انجلوس ل 2028 وكاس العالم بال 2026. هلا استعدت الراي بتقول بعد الخطاب قالت انه 63% ل 76% من المشاهدين شافوا انه خطاب متفائل، بس المنتقدين قالوا انه في مبالغات وارقام متضخمه وتجاهل لمشاكل بعدها موجوده مثل ازمه السكن، وكمان جنب يحكي بعمق على ملفات حساسه مثل الترحيل الجماعي او احتمال مواجهه كبيره مع ايران. يعني ترامب ما كان عم يعمل بس مجرد خطاب، كان عم يبني سرديه، امريكا قويه، الحدود مسكره، الاقتصاد طاير، والعصر الذهبي بلش. If you agree with this statement, then stand up and show your support. فهون سؤال إذا الأرقام رح تثبت هيدي القصة بعدين، أو إذا القصة أكبر من الأرقام.